القصة ديالي بدات ملي رجع راجلي من السفر ولقاني حاملة. انا ما عمري فكرت نخون راجلي، انا ما عمري فكرت ندير شي حاجه بحال هذه، حتى ولو نحلم بيها ما عمري فكرت فيها. المهم بقات كتجي وكتدخل عندي وهي عندها ولدها عزري عنده ديك 24 عام. المهم واحد النهار جا باختصار، يعني ولات كتصارف معايا. واحد النهار جا عندي ولدها دق عليا قال لي راه حنا طيبنا العشاء ومشينا، راه لقينا جميع البانادريات وجميع الحوانت سدوا وحنا ما عندناش الخبز، واش ما عندكش شي خبزه؟ ودخلت الكوزينه كنجري لقيت خبزه كمتها بواحد المنديل ودرتها في بلاستيكه وعطيتها له. هو يدخل تزبق تلاح ليا في وسط الدار. قلت له مالك علاش دخلتي انت، مالك واش حمق؟ خرج برا شنو باغي؟ هو يبرك على الباب سدو، هو يطفي عليا الضو وسط الدار، هو يجرني من يدي غادي جارني لبيت الناس. قلت له مالك واش حمق شنو كدير؟ هي راه الام ديالو اللي طالقه عليا بحال هكا باش تبقى تستغني، زعما نولي انا في يدها. قال لي اجي. المهم الدري خارجه واحد الريحه من فمو يعني ماشي ساحي، انتم عارفين. دفعني طيحني، يعني وقع اللي وقع بهذا المفهوم. تكرفص عليا قال لي شوفي دابا سرك عندي وراجلك ما كاينش، هتخرجي شي هضره ولا تقولي شي حاجه. قال لي راه غادي نفضحك هنا في هاد العماره وغادي يعرفوا عائله الزوج ديالك. ولا كل 3 ايام كيجي عندي كيدير معايا داك الشيء اللي نتوما عارفين اللي صار قبل من هاد النهار تقريبا شي 3 المرات ولا 4. من وقعوا دوك 3 العلاقات ولا 4 جات عندي واحد الصباح قلت لها شوفي الخير اللي عديري فيا والبليزير، شدي عليا داك المسخ ديال ولدك ما يبقاش يوصل هنا. قلت لها صافي. قالت لي ولكن اللي قلت لك غادي تنفذيه؟ قلت لها داكشي كله كيتنفذ، يلا سيري. رجعت فيما كيصيفط ليا راجلي كنعطيها النص، صيفط ليا 4000 درهم كنعطيها 2000، صيفط ليا 3000 درهم كنعطيها النص، وكنوريها حتى الورقه باش تصيفطت الفلوس حيت درنا حنا بالنص.